يشعر الدماغ بعدم الارتياح عندما يواجه موقفاً غير واضح. ينشأ هذا الشعور بسبب الفراغ المعرفي، أي نقص المعلومات. يؤدي هذا النقص في المعلومات إلى حالة من عدم اليقين. عدم اليقين المعرفي هو حالة من التوتر العقلي بسبب نقص المعرفة. الدماغ يسعى بشكل طبيعي لملء هذه الفراغات المعرفية لتقليل عدم اليقين. عندما يواجه الدماغ فراغاً معرفي يبدأ في ملئه. يتم ذلك عن طريق توليد سيناريوهات افتراضية. غالباً ما تكون هذه السيناريوهات سلبية أو كارثية. هذه السيناريوهات الافتراضية تزيد من الشعور بالقلق، كما أنها تساهم في زيادة مستويات التوتر، وبالتالي يؤدي الفراغ المعرفي إلى تفاقم المشاعر السلبية. لتهدئة الدماغ يمكن تقديم إجابات مؤقتة أو حلول محتملة. تحديد موعد نهائي متوقع للرد يقلل من حالة عدم اليقين. وضع خطة للتعامل مع النتائج المحتملة يخفف القلق. تقليل حالة عدم اليقين يساهم في تهدئة الدماغ وتخفيف القلق،